السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. شايفين السمك الجميل ده؟ السمك ده مقلي، أنا قليته بمعلقتين زيت بس، قليته في القلاية الهوائية. شايفين ما شاء الله، طالع شكله محمر وجميل وريحته تحفة. كمان قدمته مع رز أحمر. بألف هنا بقى، بألف هنا علينا وعليكم. شايفين ما شاء الله السمكة مستوية ازاي وبيضة. السمك عامل ازاي، تحفة. بسم الله. مقرمش وجميل وتتبيلته روعة مظبوطة. شايفين السمك مستوي. طعمه خفيف عن اللي بنقليه في الزيت. لو حابين تجربوا السمك المقلي في القلاية الهوائية جربوها، يعجبكم بإذن الله. وعايزين تعرفوا عملنا الجمال ده ازاي؟ الأول هنقول بسم الله وصلي على رسول الله. معاكم مجد عبد الرازق، مطبخ ماجي وجوجو، ويلا نبدأ. بسم الله. الوقت هنقول مقادير السمك في الاير فراير. عندي هنا ده سمك شبار، احنا بنقول عليه شبار او بلطي، بيكون مغسول ومتنضف، وبعمل له شقوق في الظهر كده. وعندي هنا التتبيلة اللي هتبل بها السمك. عندي فلفل أخضر، ممكن نحط أحمر لو متوفر. عندي فصوص ثوم، عصير ليمون، هنحط معلقة خل برضو، معلقة صغيرة. عندي ملح، كمون، فلفل أسود. لو حابين تحطوا بهارات سمك حطوها. دلوقتي هندق بقى الثوم مع الحاجات الحلوة دي. ممكن ندقه بالهون أو نعمله في الكبة. عندي هنا التتبيلة الجميلة دي هنتبل بيها السمك. والوقت هنتبل السمك بالتتبيلة. شايفين ما شاء الله السمك زي الفل ازاي من جوه. نوزع التتبيلة كده. ونحط هنا في الشقوق دي. حد جرب السمك قبل كده في الاير فراير؟ لو كان جربها يقول لنا في التعليقات. هنحشي السمكة التانية برضو كده، نفرد التتبيلة فيها. نحط الشقوق كده. بعد كده نحط بقية التتبيلة، هنرش عليها حبة ملح. نعمل له مساج بقى عشان يتشرب من التتبيلة كلها. وهنسيبه شوية بقى على بال ايه ما يتشرب من التتبيلة. دلوقتي هنعفر السمك عشان نقليه بالدقيق. انا جبت هنا دقيق وحطيت عليه نص معلقة صغيرة كركم عشان تديني لون. ونقلبه كده كله مع بعض. هنا بنعمل السمك اهو في الدقيق. نحط السمكة في الدقيق من كل جهة او في كل حتة. يبقى كلها فيها دقيق كده بالشكل ده. والراس كمان. الوقت هنقليها في القلاية. هنا دول معلقتين زيت، وبالفرشة كده هدهن السمك. بسم الله.
وعلى الناحية التانية برضو. ندهن كل حتة في السمكة كده عشان تتحمر معانا. انا كنت حطيت ورق زبدة في القلاية ودهنته زيت. بعد كده هنزل هنا بالسمكة. هنعمل التانية زيها كده بالزيت وهنحطها جنبها. حطيت السمكتين جنب بعض. انا عاملة القلاية على حرارة 200. هشغلها مدة 10 دقايق واشوف ايه الاخبار وبقول لكم ايه. هنا طلعت السمك. هشوف كده استوى ولا لا. هو استوى بس عايز اتحمر شوية. شايفين السكينة يعني تنزل على طول. عايز اتحمر شوية، هسيبه يتحمر شوية. عندي هنا ما شاء الله شايفين السمك اتحمر ازاي بقى، تحفة. وصفة سهلة جربوها هتعجبكم بإذن الله. كنت معاكم ماجدة عبد الرازق، مطبخ ماجي وجوجو. أسيبكم في رعاية الله وأمنه. مع السلامة.